سلام، أنا جاية النهاردة أغير مفهومكم عن الأكلات السريعة. بدل ما احنا ممكن نجيبهم من بره، ممكن نعملهم في البيت بأسهل وأبسط طريقة وبأسرع مكونات. أول حاجة عندنا كيس من الفراخ الفلي، أي نوع طبعا انتي بتحبيه. أنا بحب النوع ده جدا وبقالنا فترة طويلة بنستخدمه. وهنستخدم اي حاجة نقلي فيها، هنحط الزيت ولازم تكون درجة الحرارة بتاعته عالية. انا هنا طبعا استعجلت كالعادة. وبعد كده بنحمرها كويس جدا وبنقلبها على الوش التاني، وهي بتتحمر بسرعة قوي لان الحاجات دي تبقى نص قلية. تمام. وبعد كده بنشيلها في طبق على جنب. شايفين لونها بجد بقى حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ننتقل للنودلز. نوع النودلز ده حلو قوي قوي. انا بصراحة مش عارفة اسمه ايه، بس هو يعني كمان انا كنت بجيبه في اسكندرية. ويلا بينا، حل على النار وهنحط بما يعادل تقريبا كوباية ونص مية سخنة كبار، ويدوبك ياخدوا غلوة وتكون النودلز جاهزة. وننزلها زي ما هي. انا طبعا ما بحبش اكسرها، اللي بيحب يكسرها يكسرها، وبرده مش بحبها مستوية قوي. ونصفيها وما نرميش الشوربة بتاعتها لان هنستخدمها برضو. وبعد كده زيت، وهننزل 3 فصوص من الثوم والفلفل الحامي. وبعد كده بما يعادل معلقتين صلصة كبار، ونقلبهم كويس. وبعد كده نحط البهارات بتاعة النودلز زي ما انتوا شايفين كده، ونقلب كويس جدا جدا. وبعد كده هننزل النودلز بعد ما صفيناها، وهننزل الشوربة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، يدوب بس تاخد غلوة واحدة وخلاص على كده. انا ما بحبهاش تكون متسبكة. وهحط على الوش، انا بحب الجبنة التركي جدا مع النودلز. انتوا عندكم اي نوع جبنة حطوه حتى لو تشيدر. وكمان شوية سمسم على الوش. وبجد الاكلة سريعة وسهلة للناس اللي بتزهق من الطبيخ زي حالتي. بجد جربوها وقولوا لي رأيكم. ما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.